قرار وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على مواجهة مختلف أشكال الهشاشة والخصاص والاحتياج الاجتماعي الاقتصادي والمهني. ويتمثل المشروع الجديد بالرباط في إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز للتكوين في المهن الاجتماعية والتربوية، وهو مشروع يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لقطاع التعليم باعتباره الرافعة استراتيجية لازدهار المجتمع والشباب الثروة الحقيقية للأمة ومحرك نموها الشامل والمندمج. وينبع هذا المشروع ذو القيمة المضافة القوية من خيار مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يجعل من التكوين والتفتح والاندماج السوسيومهني أهم محددات العمل اليومي المتواصل، وكذا عزم المؤسسة على تطوير الكفاءات في قطاع التعليم بغية مصاحبة الإصلاحات التي ينفذها المغرب في هذا القطاع، لا سيما في مجال التعليم الأولي على مستوى التعليم العمومي. وسيتمكن الأشخاص المستفيدون من هذا المركز الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 6 ملايين درهم، والذي تبلغ طاقته 150 متدربا، من الحصول على تكوينات مؤهلة في مهن اجتماعية، لا سيما المربون المتخصصون ومربو التعليم الأولي والمساعدون الاجتماعيون. كما من شأن هذا المركز المساهمة في تربية وضمان التعليم الأولي لفائدة زهاء 120 طفل ينحدرون من أوساط معوزة. ويشتمل المركز على حضانتين كبيرتين تضمان قاعات للدروس للفئات الصغرى المتوسطة والكبرى، وقاعات للألعاب والراحة، وفضاءات مفتوحة، وقاعات لتكوين مربي التعليم الأولي ومساعد الفئة الصغرى، وتكوين المربين المتخصصين والمعلوميات والحصص التطبيقية لفائدة المساعدين الاجتماعيين. إنجاز ينضاف إلى سلسلة منجزات تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بهدف تحسين ظروف مختلف الفئات العمرية التي تعيش في أوساط هشة، تسندهم، تمد لهم يد العون، تمنحهم ولذويهم آفاق تنمية مستدامة. تولي مؤسسة محمد الخامس للتضامن أهمية بالغة لبرنامج تعزيز الولوج إلى علاجات القرب وجعلها في متناول الساكنة المحلية، وذلك بفضل تعدد مبادراتها الرامية إلى تحسين أوضاع كافة شرائح المجتمع وضمان ظروف عيش ملائم لها. ووضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الحجر الأساس لإنجاز مركز جهوي لعلاجات الفم والأسنان بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، مبادرة لإنجاز مشروع تضامني الأول من نوعه في المملكة المغربية لتعزيز العرض الصحي على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك من خلال توفير خدمة طبية للقرب وذات جودة تستجيب لحاجيات المواطنين. فهو مشروع ينسجم تمام الانسجام مع الجهود التي يبذلها جلالة الملك حفظه الله من أجل تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين، ولا سيما الأشخاص المسنين وتلاميذ المؤسسات التعليمية والأشخاص في وضعية إعاقة إلى علاجات الفم والأسنان، وتدعيم منظومة صحة الفم والأسنان وإدماجها في الصحة العمومية. ويشتمل المركز الجهوي لعلاجات الفم والأسنان الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة على وحدات للاستشارة والعلاجات المستعجلة للفم والأسنان والفحص بالأشعة والفحوصات والعلاجات الأساسية وعلاج أسنان الأطفال والجراحة والفحوصات المتخصصة كحشو الأسنان وتقويمها وعلاج اللثة. غلاف مالي قدره 16 مليون درهم لإنجاز مركز جهوي لعلاجات الفم والأسنان من شأنه تعزيز المبادرات الطبية الإنسانية المتعددة المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن والرامية إلى دعم القطاع الطبي الوطني.